السلام عليكم البنات. اليوم جيت نشارك معكم حليوه بارده ومنعشه وخفيفه، تيراميسو بالخوخ، سهله وسريعه ومكونات جد بسيطه، كتوجد دغيا بدون فرن، والمذاق شي حاجه اللي هي خيال. خليكم معايا نشوفوا الطريقه خطوه بخطوه وتبعوا معايا الفيديو. هنايا خديت واحد 4 ديال الخوخات، قطعتهم واحد جوج 3 حيدت لهم القشره ووحده خليتها بالقشره ديالهم. قطعتهم طريفات كيف ما كتشوفوا، زدت معاهم 2 معالق كبار ديال السكر سنيده وواحد القبيصه ديال الملحه ودرتهم فوق العافيه حتى تعسلوا، وكنخليهم على جنب يبردوا. هنايا خديت واحد العلبه ديال الكريمه هولالا الحلوه، كانت عندي في الثلاجه من قبل، نتوما كتشوفوها بارده مزيان. طربتها حتى طلعت شويه، حتى بديت كطلع وبديت كنزيد عليها، زدت عليها نصف العلبه ديال جبن ميلكي فود اللي ما فيهش الملحه. تقدروا تعوضوها البنات بالماسكاربون الا كان عندكم. انا هنايا درت 250 غرام تقريبا، لان العلبه عندي فيها 500 غرام. انا هنا استعملت غير 250 غرام. طربت هذاك كنزيد بشويه بشويه حتى شفت القوام ديال الكريمه اللي انا بغيتو. حيتاش باقي غنزيد عليه الخوخ، ما طلعتهاش بزاف حتى تجمد، وما خليتهاش جاريه شويه لان الخوخ باقي يطلق الماء ديالو. هنا درت 3 ديال الخوخات كبارين، حيت لهم القشره ديالهم وقطعتهم طريفات صغار حتى همايا، خلطتهم مع الكريمه تندمجوا مع بعضياتهم وخليتها على جنب. في هذا الاثناء جبت واحد داك السيركل اللي كيكون ديال، تقدروا تستعملوا غير المول ديال المول، راه معروف. الا ما كانش عندكم هذا اولا ديروا المول تاع الزاج، المهم اللي كان متوفر عندكم. هنايا خديت لي بسكويت ديالي هذوك لي بودواغ، خديتهم جاهزين، كندوزهم من الحليب وكنبقى كنقاد حتى تشدوا ليا القوام الشكل ديال المول. ودرت النصف ديال ديك الكريمه اللي بخلطه مع الخوخ، درتها من الفوق وقديتها مزيان من الجوانب ومن الوسط باش جات عندي طبقه مقاده. من بعد عاود درت طبقه واحده اخرى من البسكوي، نفس الطريقه كندوزو من الحليب وكنحطو فوق من الكريمه كطبقه تانية. كنستمر بنفس الطريقه حتى كنكمل، حتى كيتغطى عندي هذاك الكريمه اللي الطبقه كلها بالبسكوي. هنا راه دخلاتها ليا 2 ديال الساشيات. سمحوا لي البنات، راه الصوت ديالي شويه عيان. صافي من بعد كنجيب داك البقيه ديال الكريمه اللي بقات عندي، داك النص الاخر، وكان نوزعه فوق من هذيك الطبقه ديال البسكويت الثانيه. هانتوما كتشوفوا راه كنحاول انني نقد من الجناب ومن الوسط باش تجي عندي واحد الطبقه اللي تجي مقاده، ما يجيش طالعه من واحد الجنب او لا هابطه من واحد الجنب. من بعد كنخليها، كنجيب الخوخ اللي عسلته كنديرو كطبقه هي اخيره. وهنايا دخلتها للثلاجه وخليتها ليله كامله حتى بردات مزيان وتشربت من المذاقات ديال الخوخ وديال الكريمه وخرجتها. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه، خليو لي الراي ديالكم في التعاليق، وما تنساوش ديروا لايك وتشاركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد من وصفاتي ان شاء الله، وبصحه والراحه.